السلام عليكم. تعالوا كده إن شاء الله النهاردة نعرض لحضراتكم مجموعة من الحمام للبيع، من أفضل وأحسن أنواع الحمام اللي موجودة عندي بإذن الرحمن. الناس اللي دايما بتقول يا جماعة إن أنا بنزل فيديو هو لا، أنا بفضل ربنا عندي الإنتاج غزير، وعندي كمان الحمام ما شاء الله اللهم بارك. يعني أنا ده مشروع ليا، فالحمد لله الإنتاج عالي، فببيع يعني كل يعني عاوزة أقول إن أنا كل أسبوع بإذن الرحمن بيكون عندي مجموعة من الشبابات، ومجموعة من الزغاليل، ومجموعة كمان من الحمام اللي على وش شغل. طبعا الناس هتستغرب كلمة كل أسبوع، لأن أنا طبعا بسيب الحمام عندي لدفعات دفعات، فبالتالي بإذن الرحمن عملت حسابي إن أنا كل أسبوع أطلع مجموعة من الحمام. فبتلاقي عندي كل الفئات، اللي عاوز شبابات موجود، عاوز على وش شغل موجود، عاوز زغاليل برضو موجود. فنفس المكان اللي أنا بصور فيه بيكون هو، وكمان طريقة التصوير هي أحيانا بصور فيه سلكات زي ما حضراتكم برضو هتشوفوا دلوقتي، فممكن حضرتك تفكر إن هو نفس الحمام. لا، أنا عندي الحمد لله بفضل ربنا، يعني مشروعي الحمد لله كبر بفضل ربنا وبفضل دعاء والوالدين. فعندي ان شاء الله الحمام ما تقلقوش، والناس طبعا اللي انا بشحن لها كل يوم ده كله ان شاء الله زغاليل معتمدة على نفسها، فبصورها بالطريقة دي عشان حضرتك وغيرك تشوفوها. برضو بقدم في السلاكة بيكونوا قبل ما بينزلوا عشان تشوف مستوى فرد الحمام، واوريك الحمام منظره عامل ازاي. نفس التصوير هو، عشان كده ممكن حضرتك تكون مش واخد بالك ان الحمام هو. لا، انا الحمد لله موجود الحمام باستمرار، مشروعي كبر بفضل ربنا عليا، والحمد لله بفضل ربنا عليا برضو من ان انا بتحرى الحلال من الحرام. عندي حمام استيراد، وعندي حمام بيور، وعندي جميع انواع الحمام. ما بتدخلش حضرتك ليا وممكن اقول لك ده استيراد وهو مش استيراد، لا. لو عندي فرد، لو ببيع 4 تجواز وفيهم فرد واحد بس مش استيراد، بقولك ده مش استيراد. حبيت تاخده خير وبركة، ما حبيتش تاخده سبحان الله والله بتباع، وبتباع يمكن أغلى من التاني كمان، عشان بس الخوف من ربنا. فالناس تطمئن وتبقى عندها إن شاء الله يقين كده في ربنا، إن أنا بخاف ربنا، مش بعمل حساب للعباد أبدا. كل اللي أنا أقدر أقوله لك، لو ربنا كرمك وأخدت حمام مني هتفهم معنى كلامي، لان الحمامة البيور ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. لو حضرتك اكلتها كويس، واهتميت بالاملاح المعدنية، واهتميت بتفاصيل الحمام كأنك بتربي طفل صغير واهتميت بيه، ما شاء الله بيبقى الحمام بيض ما بقالوش 12 يوم، وبنيجي نبص نلاقيه تحتيه زغاليل تانية. فالناس تكون عندها اطمئنان كده وما تقلقش، الخير كتير والحمد لله. ويمكن ده دعوة رجل صالح أو ست صالحة أخدت مني مرة، فدعت لي زي ما الناس كلها بتقول. وبشكر كل الناس اللي بتاخد مني، أو حتى اللي ما بياخدوش، أو حتى اللي بيدخلوا يسألوا ومش عاجبهم الأسعار. صدقوني أنا مش بكون قصدي خالص أبالغ في الأسعار. الحاجة اللي موجودة يا جماعة بتكون بيور. أنا بشتري الحاجة غالية وبصرف عليها. أنا جايبة حمام من الكويت مكلفني مبلغ وقدره، ولما بيجي عندي برضو بصرف على الحمام. أنا من النوعية اللي بصرف على فرد الحمام وبسيبها لربنا. ممكن حمام عندي بيموت طبعا، يعني لكل أجل كتاب، بس ما شاء الله بطلع زغلول. حضرتك لما يجي تهتم بيه ومشيت على نفس المنهج اللي انا بعمله، ربنا بيرضيك فيه بفضل الرحمن. شايفين المجموعة ديت لسه مطلعاها النهاردة الصبح ما شاء الله، بس صورتها في نفس المكان. فلما التصوير بيكون في نفس المكان، الناس ممكن تشوف ان هو نفس الحمام. لا، الحمد لله الخير موجود، الزغاليل موجودة، والشبابات موجودة، واللي عاجبه حاجة ان شاء الله يتفضل يتواصل معايا. مجموعة من الحمام موجود، شبابات موجودة على وش شغل موجود، كمان زغاليل. وبفضل الرحمن كلها بيور يا جماعة. في استيراد زي ما قلت لحضراتكم، وفي البيور كلمة بقولها لله بأمانة، هما الاتنين واحد. عندي الاستيراد وعندي البيور، والاتنين حمامة واحدة.
الفرق يعني ان ده كنت جايباه لسه جديد اللي الناس تعرف عنه حاجة، لكن القديم اللي كان عندي برضو ما هو نفس الحمامة. الحمامة هي اهم حاجة، ان انا اكون ما لعبتش فيها، او ان انا اكون مثلا ما جوزتش الذكر للمثال حاجة تانية. لا، الحمد لله اللي موجود عندي بيور، سواء كان القديم او كمان اللي موجود عندي. الناس ان شاء الله تتفضل تحجز وتعتمد على الله. الحمام اللي عندي الحمد لله، مش عاوزة اقول مش هتلاقوه عند حد، لكن اقدر اقول لكم ان هو بفضل الرحمن تاخدوه وهتدعولي لما يبدأ شغل عندكم، بشرط ان انتوا تعملوا الحاجات اللي انا بعملها. مشروعكم هيكبر وهيبقى زي مشروعي كمان واحسن، وربنا يبارك لحضراتكم وليا، ويبارك ان شاء الله لعباده الصالحين. ان شاء الله الحمام موجود، واللي حابب ان شاء الله اي نوع من انواع الحمام يتفضل. عند التاكسن، عند الكنج، عند اللاحم باذن الرحمن.